اهلا 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 بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جربنا فيه تيبس وتريكس خاصه بالميك اب، كلها من على الانستجرام والتيك توك. كانت اكتر حاجات فايرل واكتر حاجات الناس بتتكلم عليها وبتحاول انها تجربها. فانا جمعتها لكم كلها النهارده في الفيديو، ونجحنا نجاح ساحق في الفيديو ده. هتلاقوا فيه مليون الف حاجه هتنفعكم وهتغير حياتكم في الميك اب وتسهلها عليكم على الاخر. فالفيديو مليان حاجات كتير وكلها حلوه، كملوا للاخر. هيبتدي يتصاعد كده من اقل تب لحد اخر تب، هتكون احلى واحده. فكملوا كل الفيديو علشان تشوفوا كل حاجه وما تفوتش ولا لحظه، لان هو كله حاجات مهمه ومفيده. فاتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبدا لو سمحتوا تعملوا لي لايك وتدوسوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين، علشان تشوفوا كل الفيديوهات وعشان القناه بتاعتنا تكبر شويه. ويلا بينا نبتدي بقى. بصوا، انا جايبه بتاعتي جديده فعايزه اجربها. هي مالها اب قوي ليه كده؟ الناس كلها بتجيبها عشان تبقى شكلها كيوت، انا جايباها طالعه فيها شبه القرنبيطه بالظبط. فاستحملوني بقى، انا دافعه فيها فلوس فمضطره البسها. الخدعة رقم واحد، أول تريك معانا هي إن احنا نحط اللوز باودر قبل الفاونديشن. والتريك دي يعني قديمة جدا جدا جدا، بس أنا عمري ما جربتها وهجربها النهاردة معاكم. فهنجيب كده أي لوز باودر وهنبتدي كده نحط على طول اللوز باودر على الوش أو الفاونديشن. بتشتغل، المفروض إن هي بتشتغل كبرايمر. لو في أي فيديو الحاجات دي هحطه لكم هنا وأنا بعملها. تشتغل كده كبرايمر قبل الفاونديشن، المفروض انها بتخلي الوش شكله ناعم جدا جدا وبتملى المسام. شايفين اللي انا فيه؟ نيجي بعد كده هستخدم الفاونديشن ده من بورن ذس واي، والدرجة دي اسمها جولدن بيج. هاخد بس كده 2 بامبس، نقطة صغيرة يعني. بعمل بالسبونج دي عليها، وده كده شكل الفاونديشن بعد ما وزعناه. شكله يجنن والطريقة عجبتني جدا جدا. هل هتمشي مع كل انواع الفاونديشن ولا لا؟ بس هي مشيت مع الفاونديشن ده، فجربوها على اي فاونديشن عندكم وشوفوا قولوا لي بتشتغل ولا لا. واكتبوا لي تحت في الكومنتس اذا كنتوا جربتوها نفعت معاكم ولا ما نفعتش. اوكي، بس هي بصراحة معايا ومع الفاونديشن بتاع بورن ذس واي ده من تو فيز تجنن تجنن تجنن. تعالوا بقى نروح للي بعده. لو ما عندكيش كونتور كريمي فانتي هتحتاجي تشوفي الهاك اللي جاية، علشان احنا هنعمل الكونتور الكريمي مع بعض. تعالوا نشوف عملتها ازاي. I'm gonna scratch it on my poor bronzer and tipping that onto a mixing palette. Then adding a couple of pumps of primer to that and mixing those together. Oh, and now applying it. Oh, it's زي ما شفتوا كده هي جابت البرونزر بتاعها وخدت منه شوية، فانا هحاول كده انزل شوية من ده. معرفش، انا جاتلي الخدعة دي قلت اعملها هنا، فهل انا شاطرة ولا غبية؟ مش عارفة. لا حلوة. كنت خايفة اعمل كده تنزل كله في الارض، لا بس هو نزل كله هنا. محتاجة شوية كمان اعتقد كده. حط عليها المفروض اي برايمر عندنا، فانا هاخد البرايمر ده من ماك وهحط منه شوية كده. والله يا جماعة شكله كده شغال. حلو قوي. انا عادة بفرد بدي، ممكن تفردوا ببرش. ونفعت. انا اديها 1,000,000 من 10 عشان دي بتفك ازمات، ولو حد ما عندوش كونتور كريمي يقدر يتصرف. قولوا لي عجبتكم ولا لا. اللي بعده، بصوا التريك دي بقى انا من ساعه ما شفتها وانا هتجنن واجربها. بس احنا هنضطر نبوظ الفرشه دي زي ما انتم شايفين كده، وهناخدها ونجيب المقص ويا رب تنجح عشان ما بقاش ايه متضايقه. اوكي، هي عملت كده. انا هقص كده، انا عايزه اقص على حاجه علشان الدنيا ما تبصي.
تاتا كده عملنا الفرشة، حلقنا لها وكله تمام، وبهدلنا الدنيا شعر وكله زي الفل. انا مش فاكرة هي عملت ببودر ولا بكريم، بس انا هعمل بكريمي. بسم الله. انا اكمل بيها ولا خلاص؟ ابقى بستهبل لو عملت بيها، بس انا هعمل بيها. انا مش هعمل الكونتور بتاع الانف بحاجتين، يعني ابقى بستهبل قوي. هي بصوا، هي عملت الخطين بسرعة والخطين جايين متوازيين قوي، بس طبعا هي معرجة شوية من هنا، مش عشان هي معرجة، عشان انا مناخيري فيها كده حتة تعريجة صغيرة، فخلينا ندمج. هي الفرشة ما باظتش، يعني هي ممكن واحد بقى يستخدمها، فالحمد لله ان هي ممكن تستخدم تاني. معرفش ايه الخط اللي جه هنا ده. قولي ايه رأيكم؟ انا حسيتها انها يعني نجحت، بس انا كان ممكن اعمل خط كده وخط كده ونخلص يعني، فهي يعني كده ملهاش اي 30 لازمة غير ان احنا بوظنا فرشة. هو ده اللي انا حابة اقوله لكم من موقعي هذا. بس لو انت يعني ايه بقى، ايدك بتترعش مش قادرة تعملي الاتنين زي بعض بالظبط، ممكن تعمليها، بس انا ممكن اعمل كده وكده وهاخد نفس النتيجة. فدي انا هديها مثلا 1/10 عشان هي عملت اللي هي قالت عليه، بس هي حاجة مش مفيدة خالص. اللي بعده، التريك اللي بعد كده هي خاصة بالكونسيلر. انا بس ظبطت حواجبي بالكونسيلر، يعني نضفتها من تحت بالكونسيلر، ودلوقتي الخدعة بقى خاصة بالكونسيلر اللي تحت العين. انا مش فاكره انا شفتها فين، فانا مش عارفه اجيب لكم فيديو، بس هي كانوا بيستخدموا فيها الكونسيلر والبلاش اللي هو بيكون كريمي، وبيحطوه هنا التلاتة كده مع بعض، التلات نقط مع بعض، وبيدمجوا كل حاجه علشان تطلع كده في خط واحد. فهو ده اللي انا هعمله دلوقتي، ونشوف كده هتنور فعلا تحت العين ولا لا. انا بحط هنا كده الكونسيلر بشكل عادي زي ما بنحطه دايما، و هنا اوكي، عشان برضو ننضف الحتة دي ونسحب العين. والبلاشر بنحطه هنا في الحتة دي، اللي هو اعلى حتة في الخد، بس في نفس الوقت تحت العين. بصوا كده. والمفروض بقى ندمج كل الكلام ده كده مع بعض علشان نشوف الدنيا هتمشي عاملة ازاي، وهنشوف كده التأثير بتاعها. بس حط هنا كمان نقطة كونسيلر، دي زيادة ملهاش دعوة بالتريك خالص. اوكي ايه رأيكم؟ حاسين بحاجة؟ نيجي للتريك اللي بعد كده، وهي خاصة بقى بالاي شادو، وهنستخدم فيها الاي شادو مع اللاش كيرلر عشان نعمل اللي هي الرسمة بتاعة الكات كريس اللي بتبقى مظبوطة جدا جدا دي. فدي لو نفعت بصوا تعمل لنا لوك العين كده في ثانية لثانية، فتعالوا الأول نشوفها ونكمل. اللاش كيرلر معانا والفرشة معانا والاي شادو كمان. لاش كيرلر كده وبعمل في الكاميرا، ربنا يستر. حلو ماشي، انا مش هتكلم دلوقتي، خلونا نكمل اللي هي عملته بعد كده. حلوة قوي بصراحة، عجبتني عجبتني وسريعة وتحفة. هي عملت معانا الكات كريس بصراحة بسرعة جدا جدا. احنا ممكن بس نحط لون فاتح هنا في الحتة دي، وهبتدي احطه هنا عشان ابين الرسمة اللي احنا رسمناها. هي نجحت بصراحة، حلوة جدا جدا جدا، وتريك انا اديها 10/10 لان هي سريعة ومنجزة، واي حد ما بيعرفش يعمل ميك اب هيعملها في ثواني. تعالوا بقى نعمل العين التانية مع بعض علشان كده نتأكد يعني، ونديها فول ابروفل يعني. اوكي
طيب دلوقتي هاحط كده بس شوية شimmer من الباليت دي، باليت هايلايتر، هاحطها على الحتة الفاضية دي علشان تدي بس لمعة كده من بعيد خالص. دلوقتي نيجي للتريك بتاع تركيب الرموش، ودلوقتي هنعمل العين مسحوبة اكتر لانه اصلا اوريدي الرسمة مسحوبة، فده انسب وقت ان احنا نجرب فيه التريك اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، فشوفوها ويلا نكمل. معانا النص رمش بتاعنا وعليه اللزق، وهنشوف كده هنعرف نعملها ولا لأ. انا رسمت كده خط ايلاينر صغير علشان يكون جايد ليا ان انا احط فوقيه الرمش، بالتالي طلعته بره عن كده كمان. اوه ايه ده، بصوا العين دي نازله ازاي ودي مسحوبه ازاي، بس هي هتلزق على الجفن كده. بصوا انا حطاها على الجفن بالظبط، يعني كانه خط الايلاينر هو اللي تحتيها، فاهمني؟ يعني انا رسمه ايلاينر والايلاينر هو اللي تحتيها. شوف كده الناحيه التانية كمان. مسحوبه، بصوا السحبه كأن رموش كتيرة مع ان هي بس نص رمش، بس هي من فوق العين تحسوا ان هي باينة شوية، يعني محتاجة هنا مثلا يكون في اي شادو غامق او حاجة عشان يداري الحتة دي. اغمق الحتة دي شوية علشان نداري الاند بتاعت الرموش. بصوا زي كده. وكمان لو خدت بقى ايلاينر خفيف رفيع خالص ينزل فوقيها هيظبطها اكتر. خدت العين في حتة تانية. التريك اللي جايه خاصه بالبلاشر، فيلا بينا نشوف. Need is your blush and a good setting spray. Let's do it. Step number 1, you are going to apply your favorite powder blush like normal and set that down using your favorite setting spray. This is Charlotte Tilbury. You can do whatever you want. Now this is the good part. It's gonna feel like overkill, but I want you to do a second layer of your powder blush. Don't go too crazy, just like do it normally. We're gonna take our setting spray again. You're gonna do another entire layer. By doing this, you literally sandwich in 2 layers of blush. Even if the first one slightly fades, the bottom layer is going nowhere. التريك دي بيقولك ان بتخلي البلاشر معاكي يقعد طول اليوم، بان انتي تحطي سيتنج سبراي بعدين طبقة بلاش بعدين سيتنج سبراي بعدين طبقة بلاش تانية. فهو ده اللي احنا هنعمله. انا هستخدم الفيكس بلاس بتاع ماك، طبقة بلاشر ونحطها كده، واصلا البلاشر ده بيجمنتد يعني فانا مش هكتر. اوكي، ده اول طبقة اللي هو بتكون عادية جدا. وبعد كده احط الطبقة التانية، والمفروض ان هي البنت بتقول في الفيديو بتاعها انه خلال اليوم حتى لو الطبقة الاولانية راحت بيتبقى الطبقة التانية، وبتفضل البلاشر ثابت معاكي خلال اليوم كله. يعني اتمنى ذلك. وبس كده حلوين، ده كان الفيديو النهارده. اتمنى التريكس والتيبس اللي احنا جربناها في الميك اب النهارده تكون عجبتكم وسليتكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا اتبسطتوا واتسليتوا. وايه اكتر تريك عجبتكم ما تنسوش تكتبوها لي تحت في الكومنت، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.